اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده اكله مفيش اتنين بيختلفوا عليها. اول ما بيحبهاش يبقى فايته نص عمر، فما يزعلش مننا. اول حاجه طبعا زي ما انتم شايفين هنعمل الفسيخ. زي ما انتم شايفين اول حاجه بننقي البوري، لازم يكون بوري صاحي وما يكونش عليه تلج عشان يطلع معاكي فسيخ في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين هوريكم البوري. طبعا انت بتوصي عليه الراجل بتاع السمك اللي انت بتجيبي منه عشان يكون مضمون، ويجيبوا لك معلش تلج ويجيبوا لك صابع. زي ما انتم شايفين انا بوريك النخاشيش طالعه معايا حمرا ازاي، والبوريايه حمرا، وعينيها زي ما شايفينها بتلمع معايا وصحي زي ما تكون صحي. طبعا هنبدا نغسله كويس، وهنغسل النخشوش بتاعها زي ما انتم شايفين. احنا بنغسلها هنبدا نعمل لها مساج خفيف. هنبدا نطهر الديل والظهر زي ما انتم شايفينه كده. الحركه دي هتخليه يطلع معاكي زي الزبده، وطبعا هيطلع معاكي احلى من اللي بتجيبيه من بره كمان، لان طبعا ده احنا غاسلينه ومنضفينه كويس في البيت. اللي بره في الاكتر ما بيغسلوش، بيجيبوه من البحر على طول، يا دوبك بيملحوه. انما احنا طبعا بنغسل وبننضف كويس زي ما انتم شايفين كده، وبنطلع كل الدم اللي في الخياشيم. زي ما انتم شايفين هبدا اغسل معاكم واحده تانية، وبرضه بوريكم نفس الشكل. تعرفي البوريه الصاحيه من كده، تعرفيها من الخياشيم بتاعتها، بتلاقيها حمراء وتلاقي عينيها بتلمع معاكي، وتلاقي البوريه ذات نفسها من بره كده تحس ان هي لونها مدي على حمران كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بنغسل الخياشيم كويس، وهنعمل لها برضو نفس ما عملنا للسمكه التانية، هنعمل لها المساج. كده بنتاكد ان احنا اتخلصنا من الدم اللي في الخياشيم كله خالص. وهبدا برضو اعمل لها مساج، عشان المساج ده بيخليها يطلع معاكي اللحم بتاعها يطلع معاكي مش مفتل، وبيطلع معاكي عامل زي الكريم وهو مش مفتل. ده بيبقى افضل نوع فسيخ، اللي هو بيبقى لحمه مش مفتل معاكي، بيبقى لحمه ناعم كده وطالع معاكي زي الكريم ده. طبعا كده بعد ما غسلنا الكميه اللي هنعملها كلها، هبدا بقى اوقفها في مصفى. طبعا المصفى انا حطها على طبق عشان لو في اي دم في اي حاجه هتتصفى منها. هتبداي توقفيها على الخياشيم كده او على راس. طبعا احنا كنا زمان بننشره في الشمس وكده، بس طبعا احنا دلوقتي عشان الدبان والحاجات دي، فاحنا اضمن بنسيبه في المطبخ. هنبدا نرص الكميه كلها على دماغها زي ما انتم شايفين عشان اي دم ينزل. كده خلاص انا رصيت الكميه كلها، وهسيبها بقى لحد ما احس ان الفسيخيه نشفت معايا خالص. يعني ممكن تعمليه من الصبح وتخليه على اخر النهار، او ممكن تعمليه بالليل قبل ما تنامي وتصبحي الصبح اول ما تقومي من النوم على طول تخليه. طبعا شايفين كل الدم اللي كان فيه نزل زي ما انتم شايفين في الطبق اللي تحت. انا هبدا بقى اخلله بشطه وملح. انت ممكن تخليه ملح بس ما تحطيش الشطه، بس انا بحط له معلقه شطه كماده حفظ. طبعا انا هخليه بالملح العادي اللي هو الملح الاكياس الناعمه بتاعتنا. انت لو عندك الملح اللي هو الخشن هتخلليه، بس طبعا الملح الناعم ده اللي موجود في كل بيت. بس خدي بالك وانت بتخللي عشان ما يحدقش منك. زي شايفين السمكه نشفت معايا خالص اهي، ما فيهاش اي حاجه. هنبدا بقى نملى النخشوش بالملح على شطه زي ما انتم شايفين كده. طبعا خلي بالك الشطه دي ما بتطلعوش حراق، لان احنا حاطين شويه صغيرين مش حاطين كتير. او ممكن لو انت بتحب الكركم ممكن تديله معلقه صغيره كركم، وما تكتريش من الكركم لان الكركم هيمرره. لو كترت كميه الكركم هيمرر معاكي. فهو بصراحه انا بفضل فيه معلقه الشطه. هنبدا نرص السمك
اللي هو طبعا اللي هيبقى معانا فسيخ باذن الله، واحده عكس واحده. طبعا احنا بنينا النخشوش وبنتن جسمها من بره، او بترش عليها رشه خفيفه زي ما انت شايفه كده. طبعا انت هتستعملي كميه اكياس رهيبه. انا بوريكم اللي هو نشف معايا خالص. هبدا برضو، حتى شايفين عشان السمك احنا جايبينه صاحي، النخشوش بتاعه برضو لسه احمر معانا، مع ان احنا سايبينه فتره طويله بره. واحده عكس واحده. انا هعمل الكميه كلها على بعضها في نفس الكيس، مش هوزع في اكياس كتيره ولا حاجه. اه كده انا خلصت الكميه كلها اللي انا عملتها، اللي انا عايزه اخللها. وهيطلع معاكي باذن الله احلى فسيخ تاكليه، احلى من اللي بتشتريه من بره كمان. لو جربتيه في الطريقه دي مش هتبطلي تعمليه. كده خلاص انا خلصت الكميه كلها وحطيتها في كيس كبير. طبعا مش هنستكفى بكيس بس، ده انت بتاخد منك اكياس ما تعديش. يعني تكوني قبل ما تعملي الفسيخ كده محوشه شويه اكياس محترمين. حاولي وانت بتكفيلي الكيس تطلعي منه الهواء، ما تسيبيش فيه هواء خالص، عشان الهواء ده ممكن يبوظ منك الفسيخ. زي ما انتم شايفين انا بتخلص من الهواء نهائي. حاولي تخلصي من الهواء وتربطي الكيس جامد. وهبدأ احطه كمان جوه كيس. وطبعا الفسيخ ده انا بفتح عليه بعد 7 ايام، يعني يوم الثامن بفتح منه وهوريكم شكله. يعني مثلا انا لو عملته يوم الثلاث بفتح عليه يوم الاربع اللي بعديه. يعني بسيب الاربع، الاسبوع الاربع اللي انا عامله فيه، لا، الاربع اللي بتاع الاسبوع اللي بعديه بتفتح عليه بتلاقيه زي الفل. يعني ما بيقعدش وقت كتير. هنحطه كمان جوه كيسه جوه كيسه. وبرده حاولي تطلعي الهواء. زي ما قلت لكم انا بعمله 7 ايام، واليوم الثامن بفتح عليه بلاقيه زي الفل. وهفتحه وهوريكم شكله. هو معلش هو بياخد كميه اكياس كتير. كده خلاص بعد انا ما خلصت كل الاكياس، بس طبعا لسه هحطه كمان جوه كيستين كمان سمر عشان امنع عنه اي حاجه. طبعا انا لبسته اكياس تانية برضو كمان. وادي كيستين سمر برضو عشان ما يخشلوش اي ضوء ولا اي حاجه خالص. وبتسيبيه في المطبخ العادي. طبعا انا حطيته في الاكياس التانية دي لما حسيت ان هو بدأ يطلع ميه. طبعا زي ما انتم شايفين دي الاكياس اللي احنا عملنا فيها معاكم. طبعا انا فتحت كل الاكياس. طبعا زي ما انتم فاكرين ده الكيس اللي احنا كنا حاطين فيه في الاول خالص، كان كيس ابيض ساده. وده الفسيخ. الفسيخ ده قسما بالله بقول لكم زي ما بقول لكم، هو يا دوبك قعد 7 ايام وفي اليوم الثامن فتحت عليه. ودي اول مره افتح عليه والله معاكم، بس انا بعمله على طول كده.
طبعا زي ما انتم شايفين انا بفتحها قدامكم على الهوا، ونفس الاكياس اللي انا عاملين فيها معاكم. ادي الفسيخ زي ما انتم شايفين طالع لونه في منتهى الجمال، ولونه بامبي ازاي، واللحم بتاعه في منتهى الجمال، مش مفتل ولا حاجه، وبيطلع معاك اللحم بكل سهوله. طبعا عشاق الفسيخ عارفين اللون الفسيخ اما يبقى طالع معاها اللون ده. هفتح معاكم واحده تانية برضو عشان تشوفوها. انا بفتح قدامكم على طول اهو، ما بفصلش الفيديو واجي افتح عشان حاجه، انا بفتح معاكم على طول. ادي لون الفسيخه التانية. طبعا زي ما انتم شايفين اللحم بيطلع معانا بكل سهوله. طبعا انت لو فاض منك كميه ممكن تخليها زي انا ما خليتها كده، وتحطها في برطمان وتحطي على وشها زيت بدل ما ترجعي تاني تعملي. او انت ممكن حبه تشيليها زي ما هي سليمه، هتطلعيها من الميه بتاعتها وهتحطيها في كيس وتحطها في الفريزر، تقعد معاكي مده زي ما انت عايزه. بس انا حبيت اريح نفسي مره واحده، تبقى مره واحده زفاره بزفاره، والباقي خليته زي ما انتم شايفين كده، وحطيته في برطمان وحطيت عليه زيت عشان بعد كده تستعمليه عادي، هتطلعي منه بالشوكه او بالمعلقه وتعملي على طول في العيش. وزي ما انتم شايفين كان لونه طالع معايا في البرطمان برضو لونه بامبي، ومش قربان ولا فيه اي حاجه، وانتوا شفتوه. ويا رب الطريقه دي سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب كمان تشجيع عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش توصلوا الفيديو أكتر من 1,000,000 لايك وانتوا قدها حبايبي. باي باي.